بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مجددا. انتهت مباراة الاستقلال والنصر بتعادل الفريقين السلبي بدون أهداف، وكما قال فارس عوض: ضاعت كل الفرص ضاعت. ضاع أيمن يحيى فرصة تقريبا 99% هدف سددها بتسرع، رغم أنه لعبها بشكل جيد، ولكن أخرجها المدافع الإيراني من داخل المرمى، ولو تأنى فيها أيمن قليلا أمام المرمى لأنه مواجه للمرمى بشكل كامل سددها في الهدف، وأضاع دوران الكثير من الفرص السهلة التي كانت من الممكن أن تعطي الانتصار لفريق النصر بهدفين أو ثلاثة ليعود في مباراة الإياب ويلعب بأكثر أريحية وأكثر فرصا في الفوز. عامة لا زال الأمل للنصر كبير نتيجة وعطفا على المستوى الذي قدمه أمام الاستقلال. أعتقد أن النصر إن شاء الله قادر على أن يتجاوز عقبة فريق الاستقلال الإيراني، ولكن لا أعلم ماذا يحصل للفرق السعودية في الأمتار الأخيرة من بطولة آسيا. دائما في الموسم السابق كسب العين النصر والهلال وأخرجهما، وبالتالي فاز على الفريق من شرق آسيا ب5 أهداف. أعتقد أن النسخة الماضية فرطت بها الفرق السعودية بشكل غريب، كانت نسخة سهلة جدا. أعتقد كما قلت في التقرير السابق أنها أسهل من بطولة سيدني التي خسرها الهلال على أرضه وبين جماهيره، وكانت بأخطاء تحكيمية، ولكن هذه النسخة السابقة مع العين كانت أسهل بكثير وكانت في المتناول، ورغم هذا أضاعها النصر وأضاعها الهلال بشكل غريب. كان من الممكن أن تعزز الفرق السعودية سيطرتها على بطولة آسيا للفرق. عامة لا أعلم بالفعل ماذا يحصل للفرق السعودية دائما في الأمتار الأخيرة لبطولة آسيا، فهذا هو الهلال من نتائجه، من نتيجة سيئة إلى نتائج أسوأ، والإصابات التي داهمت الهلال بشكل كبير. أخذ معه جيسوس 3 لاعبين من الشباب ليكملوا الفريق، لأن دكة الفريق بالفعل ضعيفة. أتمنى، كنت أقول في تقرير سابق بأن أسهل ال3 مباريات هي مباراة الهلال وبختكور، لأن الدوري لم يبدأ في بختكور إلا مؤخرا، والهلال جاهز، ولكن هذه هي ظروف الهلال الآن كما ترون. أخشى ما أخشى على الهلال في أوزبكستان من نتيجة سلبية قد تعقد موقفه ضد بختكور الأوزبكي هنا في السعودية. الفريق الأكثر استقرارا والذي نتائجه متصاعدة هو فريق الأهلي، الذي أتمنى في الغد أن يلعب كما لعب أمام الهلال بواقعية وبأكثر حذر. إن شاء الله أنه سيحقق الفوز ونرى ال3 فرق هنا في التجمع في السعودية، ولكن بصراحة الكثير يضع يده على قلبه خوفا من أن يكون التجمع بلا فريق سعودي، لكن أتمنى أن تتأهل كل الفرق ال3 وهي قادرة على ذلك، على دوران ألا ينخدع بالنتيجة وألا يندفع هنا في السعودية، ويلعب بواقعية وبحذر وبصبر، وإن شاء الله سيحقق الانتصار على الاستقلال الإيراني. كذلك نتمنى الفوز للهلال السعودي وللأهلي السعودي أمام بختكور والريان غدا. أراكم في تقرير قادم إن شاء الله. أتمنى أن تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليأتيكم جديدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.